ثورة غضب في الكويت بسبب الخريطة المصرية اللي اتحذف منها دولة الكويت. ايه حكاية الخريطة دي يا ولاد؟ هريدي يرحب بكم. اعمل لايك وتعال شوف الحكاية كاملة. في محاضرة الأهمية النسبية للاقتصاد في العلاقات الدولية في مصر، وكان اللي يقدم المحاضرة دي لواء من القوات المسلحة المصرية. عرض خريطة، والخريطة دي ما فيهاش دولة الكويت من أساسه، محذوفة منها دولة الكويت. طبعا المحاضرة ما يحضروها مجموعة من الضباط الكويتيين اللي هم العقيد محمد العصفور، والعقيد طلال التركسي، والعقيد علي الشواف، والعقيد حمد الصبيح، والعقيد حمد الهولي. راحوا قايمين وراحوا منسحبين من قاعة المحاضرات. طبعا اخواتنا وحبايبنا وعيال عمنا اهل الكويت زعلوا منهم، مثلا محمود شاكر الفلكاوي كاتب قايلية: اذا لم تعتذر حكومة السيسي ردنا يجب ان يكون: 1. الغاء الاعتراف بجامعات مصر. 2. سحب الودائع. 3. وقف القروض والمنح. 4. وقف الإقامات وكروت الزيارة. 5. بيع الأصول والاستثمارات. 6. تقليص العمالة والفرص الوظيفية. المحامية دلال الملا كتبت قالتية: لابد أن يكون للحكومة الكويتية موقف أمام هذه المهزلة، واستدعاء السفير الكويتي والملحق الثقافي والعسكري وإلغاء البعثات، هذا أقل رد يكون لهم. وكتبت كلمة والوعد لما أثيوبيا تسكر عليهم السد. لكن السفارة الكويتية في القاهرة، ودي هي المصدر الرسمي، قالت: تلقينا اعتذارا مصريا عن عرض خريطة لا تتضمن الكويت. المسؤولون المصريون أكدوا أن عرض الخريطة كان خطأ غير مقصود من القائمين على الدورة، لا يقصد به الإساءة للكويت.